السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في نظام كامل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا لأخواتنا ربنا ينصرهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد بعنوان فترة الفرص، حلقة جديدة يومية كده. أحب أتكلم مع حضراتكم شوية باللي بيحصل اليومين دول. فترة الفرص إن الزمالك عند الماتش القادم إن شاء الله دي كديها في تصفيات أفريقيا. عندك ماتش يعني في المتناول خلاص. العب بكل الناشئين او كل اللي هم انت ما بتديهمش فرصة. ادي فرصة للوجوه جديدة تاخد وتجرب. يعني مثلا ادي مثلا المهدي سليمان يقف. خلي محمود جهاد ياخد فرصة. ابدأ ادي شوية لعيبة كده من اللي هي ما بتلعبش خالص، اديهم فرص. حاول انت يعني تدي فرصة وتدي نفس وروح للفريق. ابدأ بنصر منسي. ابدأ بلعيبة كتير من اللي هي ما بتاخدش فرصة. حاول يعني تنوع. عندك الفترة الجاية هتعوز تجرب لعيبة كتيرة وربنا يوفق ان شاء الله. لكن لازما ان انت تغير وتخلي كله ياخد فرصته. محمود جهاد لازم تبدأ بيه الماتش الجاي، عشان هو في اعتقد بنسبة كبيرة ممكن النادي يمشيه. معرفش ليه، احنا مستفدناش منه خالص. فانت اديله فرصة. الراجل ان شاء الله يبقى كويس ويعمل اداء كويس. فترة مهمة ان انت تجرب فيها اللعيبة. مهم ان انت تدي كل اللي ما بياخدش فرصة، وان شاء الله اللي جاي خير. شاركونا برضو برأيكم في الكومنتات، وان شاء الله اللي جاي في خير. فيديو قصير كده نتكلم فيه على الاخبار. منسوش صلى على النبي عليه السلام. منسوش تدعوا على اخواتنا ربنا ينصرهم. منسوش تشتركوا في القناة، تشتركوا في كل جديد. وقربنا بقى، عايزين نوصل 500 ان شاء الله. قربنا على الحلم، عشان احنا ان شاء الله الفترة الجاية. شكرا جدا للمتابعة. السلام عليكم.